برحب بكل مشاهدي صدى البلد من امام استاد الدفاع الجوي اللي شهد مباراه في غايه الاهميه النهارده ما بين الاهلي وبيراميدز. مباراه حاسمه كان كل من الفريقين بيعلق عليها الامال، وحسمت في النهايه لصالح بيراميدز بثلاثه اهداف نظيفه، والاهلي بعد ان كان مسيطرا في اغلب اوقات المباراه، ولكن نتيجه بعض الاخطاء قدر يستغلها يعني بيراميدز ويحقق فوزا ثمينا يعني يقربه من الفوز بالصداره بالدوري المصري. بالتأكيد هذه المباراة التي كان يعلق عليها جماهير الكرة المصرية وتحديدا جماهير النادي الأهلي مثل لاعبي النادي الأهلي الآمال حتى يصلوا في صدارة الدوري المصري، ولكن هذه النتيجة غير مرضية بالمرة، وبالتالي ظهرت على وجوه كل جماهير الأهلي النهاردة فور انتهاء المباراة وخروجه من استاد الدفاع الجوي. هناخد كده آراء الجمهور وأيضا تعقيبهم على هذه المباراة. برحب بيك يا فندم وتحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طبعا هارد لك للنادي الاهلي، مليون مبروك لبيراميدز، قدر ان هو يستغل الموقف ويحصد النتيجه لصالحه، ولكن من وجهه نظر حضرتك شايف المباراه من السبب في هذه النتيجه؟ والله بص، هو الموضوع كله اصلا يعني مش هتكلم على مدرب، مش هتكلم على تحكيم، مش هتكلم على اي حاجه، انا هتكلم على لعيبه. الماتش ده مش محتاج منك مدرب، انت ماتش هتكسبه خلاص، انت ركبت الدوري، هتاخد الدوري خلاص، الموضوع انتهى. لكن ده ماتش انا مش عارف بصراحه، يعني اللعيبه دي فكرت ازاي قبل الماتش. كان يعني انا شايف لو انت المدرب بتاعك مديك تعليمات مع مدرب زي ده، ما تلتزمش بتعليمات المدرب ده يا باشا. العب كورتك، انت لعيب كوره، العب الكوره بتاعتك. لكن ده المدرب اديك شايف التشكيل اصلا ان هو بادئه اصلا من الاول غلط. هل ده طبيعي ان اللعيبه ما تستلزمش بتعليمات المدرب؟ مع المدرب ده انت اصلا حضرتك سايبه في الفرقه لحد دلوقتي عشان خاطر عقده مقفول. احنا وهو عارف ان هو ماشي، فانا مش شايف، انا شايف ان اللعبه كانت لعبت هي لعبها برده، ما فيش روح. ما اعرفش لعيبه الاهلي ايه اللي جرى لها بصراحه. انت معاك الجمهور ده كله برده، والنهارده الزمالك وقع النهارده، المفروض فقد نقطتين، كسبت انت الماتش. لو كنت كسبت ماتش النهارده كان الموضوع انتهى وخلاص، خلصت، هتكسب، وانت كده اصلا راكب الزمالك ده نفسيا من غير اي حاجه. الماتش الجاي تكسبه، الموضوع انتهى وخدت الدوري. لكن ما فيش. الاهلي رغم انه كان مسيطر اغلب المباراه، ولكن اخطاء فرديه نقدر نقول هي كانت السبب النهارده في الهزيمه. ايوه، السبب هي في الهزيمه، والمدرب واللعيبه. اللعيبه مش بتلعب رجاله. احنا على ايام ابو تريكه كانوا بيلعبوا، شوف اللعبه كان بيعمل ايه فين، والجمهور ده كل اللي جاي، كل واحد سايب شغله وجاي للعيبه، واللعيبه مش شايفه حد اصلا. اللعيبه مش رجاله، لو رجاله كانوا يلعبوا، بس مش هقول حاجه تاني. حضرتك شايف لو هدف تريزيجيه كان اتحسب كان ممكن يعيد الاهلي للمباراه ويقدر يفوز ولا لا؟ للأسف كان ممكن، بس للأسف هو ما فيش توفيق. في حاجة كده مش طبيعية في النادي، في حاجة مش مظبوطة فعلا. الإصرار الإدارة إن المدرب يكمل عشان الشرط الجزائي الكارثي، إصرار عجيب. خسرنا، كنا ممكن نيجي عماد النحاس زي السنة اللي فاتت. الفرصة جات لنا أكتر من مرة، وللأسف عمرنا ما استغليناها. لا، إدارة الكورة لازم تتغير، ولازم نعتمد على أبناء النادي. ما لازم نشوف المحترفين اللي احنا بنجيبهم وبندفع أرقام فلكية. لا، ما الفلوس مش كل حاجة. شايف مين السبب في النتيجه دي بشكل عام والخساره الكبيره قوي اللي يعني تكبدها النادي الاهلي النهارده؟ أول حاجة إصرار الإدارة إن المدرب بيكمل. تاني حاجة طبعا ما فيش إن اللعيبة ده، لو المدرب مش حلو فين انت روحك في الملعب؟ اللعيبه عماله ترجع لورا، اللعيبه بتفقد الكوره بتفقد الكوره بكل سهوله، مفيش روح. سايب الماتش ليه اصلا للدقيقه 70؟ مفيش فرص بتضيع، مفيش. طيب يعني خلينا اتفضل. انا هقول لك بصراحه، هي مش قصه مدرب. انا عندي زيزو وتريزيجيه وعندي عاشور وعندي مروان عطيه وعندي اللعبه دي كلها وبن شرقي وياسر ابراهيم وديانج ومحمد بن رمضان. انا جايب اللعبه دي كلها عشان انا جايب العيب في المدرب؟ العيب مش في المدرب نهائي، ولا العيب في كل ده. العيب في الاداره اللي مش عارفه تسيطر على امام عاشور، والعيب في الاداره اللي مش عارفه تسيطر على اللعيبه. لما تدي لاعب 150 مليون في السنه، ولاعب تاني بياخد 15 مليون في السنه، ده ايه؟ ده لعبه هتنزل تحب بعضها؟ اكيد مش هتحب بعضها. وطول عمرها، طول الاهلي اخر سنتين مش قصه بطولات، احنا بناخد بطولات وبناخد كل حاجه، بس لاخر سنتين الاهلي واقع وكل حاجه. احنا عندنا مباراه مهمه جدا، الاهلي عنده مباراه يوم الجمعه اللي جايه قدام الزمالك. شايف نتيجه المباراه دي ممكن تاثر على الاهلي في المباراه الجايه ولا لا؟
طبعا لازم هتأثر على المباراة الجاية. انت كده بقى الفارق بينك وبين بيراميدز اصلا 3 نقط مع المواجهة المباشرة، فانت بنسبة كبيرة اصلا كده انت مش هتشارك في دوري ابطال افريقيا. فانت كده بنسبة كبيرة انت في الكونفدرالية، ده اول حاجة. فطبعا قبل الموسم ما يبدأ مفيش حد كان متوقع خالص ان موسم الاهلي يبقى بالطريقة دي. طيب اكيد مش ريبيرو فيه مشكلة وكولر فيه مشكلة وتورو فيه مشكلة، اكيد في مشكله من اللعيبه نفسها، مفيش سيطره في اللعيبه، الاداره نفسها. انت عندك ديانج انت عارف ان هو ماشي، محمد حمدان تسيبه ليه؟ في مشكله في الاداره، في السكاوتنج، في كل الكلام ده. اتاخرنا، احنا بنتكلم باسمنا، احنا الاهلي. اخرنا النهارده في التبديلات. هو من الشوط الاول كانت البوادر اصلا بدا ان مفيش هجمه، انت بتلعب كور طوليه، انت مفيش اساسا بص على الارض تتعمل، كل كور طوليه، مفيش، انت بتلعب اساسا مفيش جمله لحد المدرب محافظه اللعيبه. حرفيا يعني انا ما بشوفش الاهلي من ساعه ما وعيت على الاهلي من 2003 وانا بشجع الاهلي، انا ما شفتش بالسوق ده، عمري ما شفت السوق ده. مفيش ولا شخصيه، حتى الشخصيه بتاعتك بتاعت اللعيبه مفيش. انت مدرب زي الخرا، انت مدرب وحش. ابدا انت لعيبه فين؟ ابدا انت حميتك على التيشيرت فين؟ شايف اللعيبه النهارده كانت بتلعب بروح ولا لا؟ لا طبعا ما فيش اي روح خالص الاهلي خالص. النهارده اللعيبه كل واحد بيلعب مع نفسه حرفيا، ما فيش اي روح، ما فيش اي حاجه، واحنا مش ده الاهلي اللي احنا منتظرينه. بالتأكيد هذه هي النتيجة غير مرضية بالمرة لجماهير الأهلي اللي كانوا يعني يعلقوا الأمال خاصة بعد تعادل الزمالك وأنبي النهاردة، ولكن بعد هذه النتيجة الغير مرضية نقدر نقول هارد لك للنادي الأهلي، مبروك لبيراميدز. اتمنى يا رب التوفيق ان شاء الله باذن الرحمن للنادي الاهلي في المباريات القادمه ان شاء الله. كل التوفيق للاعبي يعني بيراميدز والاهلي والزمالك وكل الانديه المصريه، واكيد اللي هيفوز بلقب بطوله الدوري هو النادي اللي هيجتهد ولاعيبته هتقدم مباراه قويه في ارض الملعب ويلعبوا بروح رياضيه عشان يحصدوا بالدوري المصري ان شاء الله. هارد لك نادي الاهلي، مبروك لبيراميدز.